قررت اروح معرض ادوار سايكل. لقيت عنده مفاجأة جامدة جدا، العربية الجولف اللي انتوا شايفينها. عربية الجولف دي في منها تو فيرجن، واحدة 6 كراسي وواحدة 4 كراسي. الفيرجن اللي قدامكم ده هو 4 كراسي مش ال6. قلت بقى لازم اطلعها بعيد عن الباترينا شوية عشان اقدر ان انا اخد لكم ريفيو حلو. بصوا بقى الشكل من قدام، حاجة واو ما شاء الله. الجنوط بالكاوتش العريض بالاكسدام الامامي بالجهه الاماميه، انت راكب عربيه جولف كده مختلفه، مودرن ال اي دي. كلمه فيوجري كده في النص، عريضه كده شكلها حلو. عايز اقول لكم الكواليتي جامد جدا جدا. بصوا الاضاءات هنا بقى، بصوا رسمه اللينسات بتاعه الاضاءات الاماميه في الكامل ال اي دي. وطبعا هوريكم الاضاءات شكلها عامل ازاي لما ننورها مع بعض. بصوا الجهة السفلية عاملة ازاي، الفرامل طبعا باكن زي ما انتم شايفين، أجهزة الفرامل واضحة، وضوح الشمس ولونها أحمر مع لون العربية، شكلها حلو قوي. بصوا، يعني هي عربية، تحسها ان هي عربية مش لمجرد ان هي جولف كار او عربية جولف عادية، لا. يعني الكواليتي اللي انا شايفه بجد حلو قوي. ينفع انت تستخدمها في الساحل، ينفع تستخدمها في كومباوند، ينفع حتى الاوتيلات تقدر تستخدمها. بس اعتقد ان الاوتيلات مش هتجيب حاجة تكون يعني بالكواليتي دي، هتجيب حاجة تانية، فدي تنفع ليك انت حاجة برايفت. الجودة يعني عجباني جدا. الازاز بقى الامامي منقسم كده، الحته اللي انا بحط ايدي فيها دي مفتوحه، عامله مجرى للتهويه. فالجوده بجد ابهرتني من شركه فيجوري. بصوا الاضاءه بقى لما نورتها لكم هنا، بصوا ال اي دي الاشاره. بصوا من الجنب كده عامله ازاي. عايز بقى اوريكم الاضاءات، النور مثلا العالي او الواطي. بصوا كده، هنبدا احنا مطفين النور، هبدأ انور لكم النور الواطي، بعد كده النور العالي، وكمان القلاب. طبعا احنا عشان في النهار فالاضاءة مش باينة قوي، بس صدقوني بالليل هيبقى اضاءة جامدة جدا. هنا بقى كنت بسأل كيرو ازاي اشد فرامل اليد، او ايه فين الفرامل اللي بتمسك العربية، فوضح لي ان هنا ده الدراع برجلك بتضغط عليه ضغطة بتبقى شديته، ضغطة كمان بيبقى فك. بس هو كمان شرح لي ان الفيرجن الجديد كمان اللي هينزل معدل اكتر من كده بشكل مختلف شوية. هنا كان بيوضح لي حاجة مهمة جدا. طبعا زي ما انتم شايفين هو في كرسيين خلفيين، وده المكان اللي انت بتطلع بتحط رجلك عليه عشان تطلع على الكرسي الخلفي. فهو وضح لي طبعا لو راجل كبير او ست كبيره هيبقى الموضوع مش الطف حاجه، فبناء عليه عملوا فيرجن مختلف كمان بدواسه في النص، في الحته كده بين الارض، ارتفاع الجزء اللي في النص ده والارض بعتبه، بحيث ان هم يسهلوا الطلوع بتاع الشخص اللي طالع. هنا بقى زي ما انتم شايفين، يعني عايز اقول لكم حاجه شيك قوي. انت بتستارت العربيه ببوتن كده بزرار، والشاشه تاتش. تحسها اندرويد، بلوتوث، فيها سيتنج، فيها كل حاجه، الاضاءه اضاءه ليليه، اضاءه نهاريه. عندك ساوند سيستم، عايز ده الساوند سيستم ده عايز مننا قصه تانية، لان الساوند سيستم موجود في يعتبر في الجولف كار كلها. بصوا هنا، وكمان تقدر ان انت توطي وتعلي، مش بس بالضغطات على الزائد والناقص، لا، ممكن بصبعك برضو يمين وشمال تقدر ان انت توطي وتعلي الصوت الكاسيت. ودي طبعا حاجة كويسة. فكرة اصلا ان انت تبقى عندك حاجة زي دي، لو انت مثلا في الساحل، لو انت طالع مثلا طلعت باربيكيو بقى هتشوي، ولا طالع البحر وعندك الاوبشنز دي حاجة جامدة جدا. عايز اسمعكوا صوت الكلاكس، صوته عالي جدا جدا، صوت عالي جدا زي ما قلت لكم. بصوا حاجة قوية جدا. في حاجات بقى تانية، العصاية دي فيها اللي فوق إشارة، اللي تحت إشارة، إنها زي العربية بالظبط العادية بتاعتنا. الطارة مكربنة كده شكلها حلو قوي، وعليها علامة فيجوري زي ما انتوا شايفين. بصوا الشكل بقى الخلفي، يعني حاجة واو ما شاء الله، الله أكبر. مساحة كبيرة جدا يا جماعة. عجبني قوي فكرة ان بصوا بتفتح الكرسي الخلفي، تقدر ان انت تستخدم الجزئية دي كترابيزة بقى شوي، هتحط عليها ايس بوكس، هتحط عليها اي حاجة. وحدة تخزين كبيرة، هي مفتوحة طبعا عشان لو انت زي ما اتفقنا للساحل او لكده. وكمان عندك وحدة تخزين داخلية بتتقفل، فاهمين حاجة؟ موضوع يعني جامد جدا. وهنا ده الكيبل بتاع الشحن،
وهنا العربيه بتتشحن بكابل من غير الادابتور جوه العربيه مش خارجي، ودي حاجه كويسه. بكل سهوله وبساطه ترفع يا باشا الكرسي ده، انزل كده زي ما انتم شايفين، خلاص خلص الموضوع. وعجبني قوي ان هم عاملينه لاستخدامات تانية، يعني بص حاطين لك كوبايات كده، كاب هولدر سواء يمين او شمال للركاب، فحاجة جامدة جدا. وكمان في بوكيت كده لو انت مثلا عايز تحط تليفونك تبقى حاطه محفظتك جنب الكوباية، اللي هو في اريحية ان انت لو سهران مع صحابك على العربية دي انا تمام. التبطين، عايز اقول لكم التبطين جامد جدا جدا ما شاء الله، اساسا من اول ما شفته هو لفت انتباهي، بعد كده عرفت ان هو جلد طبيعي، فدي حاجة كويسة. يعني هو باين اصلا في التصوير، غير بقى انت حتى لما بتيجي تلمسه او بتضغط عليه، لا ما شاء الله الله اكبر يعني. وعامل لك كده برضو، انا بيعجبني التفاصيل الصغيرة دي، بصوا زي اللي انتوا شايفينه ده. هو يعني هو جراب ايا كان هتحط فيه ايه، بس حاجة حلوة. وكمان عجبني حاجة اكتر كمان، ان في حزامات امان، يعني عشان لو معاك اطفال كده يعني يبقى الموضوع امان اكتر. بصوا عايز اقول لكم هو في 4 حزام امان، ودي حاجه كويسه، سواء بقى الاتنين اللي ورا او للسواق واللي جنبه. برضو في كاب هولدر هنا زي ما انتم شايفين. الماتيريال والخامه قويه جدا، عايز اقول لكم كل ده حديد اللي انا ماسكه، فدي حاجه كويسه. وكمان المفصلات دي شايفين الحديد ده بينزل على تحت، عشان لو حابب تزود وحده تخزينيه كمان فوق الحديد اللي هو الحامي اللي من ورا ده. عايز اقول لكم الفرد شكلها كبيره قوي ما شاء الله الله اكبر، يعني حاجه عامله شبه الاوف رود كده. ينفع تمشي على الرمله اعتقد، حاجه جامده. الجانت كمان، اختيار الجانت حلو قوي ما شاء الله، شكله كويس. وهنا مقاس الكاوتش، بحاول برضو اقربه لكم زي ما انتم شايفين كده. هي حاجه مختلفه طبعا عن الموتوسيكلات وكده، دي حاجه كده انت لو عايز تجيبها تبقى ريحت دماغك بقى من كل حاجه. وبصوا الارتفاع بين الفرده والرفرف، بصوا بقى الجمال والحلاوة والطعامة. سماعة، طبعا في سماعة هنا وسماعة الناحية التانية وسماعة في النص كبيرة قوي، تحسها شبه JBL كده، هي ما اعرفش ماركتها ايه، بس عايز اقول لكم صوتها حلو قوي قوي بجد، يعني تمشي هتسمع الدنيا كلها. هنا طبعا عامل لك دواسة للراكب، لو انت بتركب بيسهل عليك الطلوع، والناحية التانية نفس القصة. عندك بقى الماتيريال والله حلو جدا، يعني انا كنت مبهور بيه. والدواستين عندك طبعا دواسة هي كهرباء، يا دوبك بتدوس دواسة الوات والستوب، ستوب وجو وذات سيت يا باشا. وكل اللي اللي ورا ده ينفع تسند عليه رجلك. وزي ما اتفقنا دي الفرامل اللي هي الامان، او اللي هي زي فرامل اليد في العربية، بس معمولة هنا بالرجل اكتر. المكان بقى اللي بتشحن منه زي ما انتم شايفين، يا دوبك كيبل كده بتركبه باشا، وجنبك مؤشر من ايه، ان هو خالص او ان هو فول يعني. بس يفضل ان انت ما تشحنوش 100% عشان تحافظ اكتر على عمر البطارية. وعلى فكرة انا عايز اوريكم كمان هنا، ده بقى المساحة بتاعة السواق وراكب اللي جنبه، عايز اقول لكم مساحة حلوة قوي جدا. ونفس القصة عاملين هنا في النص بوكيت كده ينفع تحط فيه اي حاجة، ودي حاجة كويسة. بس كان ينقصه ان ممكن يبقى فيه في النص مخدع كده تسند عليه ايدك. هنا بقى تعالوا اوريكم الجمال والعظمة، 8 بطاريات. انتوا متخيلين 8 بطاريات؟ على فكرة السكوتر ده 5000 واط، يعني حاجة جامدة مش حاجة قليلة صدقوني. بصوا 8 بطاريات ازاي، وكمان اعمل لكم زرار فصل ليهم عشان برضو امان اكتر، فاهم؟ بصوا اون اوف، وعاملينه بشكل شيك قوي، يعني ده احلى زرار فصل انا شفته بجد في اي حاجه الكترونيك شفتها في حياتي، او اي سكوتر يعني. حتى دايما تلاقوا في الفيديوهات بعلق انا على الزرار ده بالذات، ده معمول شيك قوي 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 ما شاء الله. السهوله في السكوتر ده عجباني جدا جدا، ان انت كل حاجه عايز تفتحها تفتحها. الموضوع بسيط قوي وسيمبل قوي وايزي قوي، ومفيش اي تعقيدات ولا اي حوارات كتير، فاهمين؟ عامل لك بقى تابلو سواء في الجهه الشمال او في الجهه اليمين، فدي يعني وحدات التخزين في السكوتر ده عجباني بصراحه. ان انت هو معمول يا جماعه ان ده بتاع الساحل زي ما قلنا، كومباوند رايح بقى تعمل شوبينج، انت عندك فيه اماكن تحط فيها حاجات. ده شكل بقى المفتاح، عايز اقول لكم المفتاح شكله شيك جدا، ولونه مع لون الكار جولف
حلو قوي. زي ما اتفقنا هو الكار جولف اصلا هنا كيلس، يعني بيدور عن طريق ان انت، او بيشتغل عن طريق البوتن الزرار اللي وريته لكم في اول الفيديو، وفي كمان مزود بجهاز انذار وصوته عالي جدا، فدي حاجه كويسه ان الشركه اهتمت بيها. شكل الطاره بقى علامه فيجوري، طبعا فيجوري اتشهرت بعلامه الاسد. هنا بقى التلاتة بوتم دول الزرار، اول زرار بتاع السرعات دي ان وار اللي هو قدام، والمور والريفرس، والسرعة البطيئة والسرعة السريعة، وكمان في الريفرس في كاميرا. عندك بقى هنا اليو اس بي مودم، في زي ما انتم شايفين ان انت ينفع توصله كمان بالكاسيت، هو مش يو اس بي مودم بس، مش شحن بس، ينفع ان انت توصله بالشاشة، ودي حاجة طبعا كويسة. وعندك وحدة تخزين تانية في الجهة الاخرى الناحية اليمين، عايز اقول لكم مقبولة جدا، يعني تاخد مثلا محفظة بموبايل بفلوس، لا تاخد، وتاخد عدة كمان لو عايز تحط عدة عندك. الريموت بتاع الكاسيت حاجه شيك قوي كده، عايز اقول لكم جامد قوي ان انت تبقى قاعد مثلا بعيد عن العربيه وبتشغل بقى مزيكا او ايا كان اللي انت بتشغله عن بعد، ودي حاجه طبعا كويسه. بصوا شكل بقى الازاز من الجهه الداخليه عامل ازاي، حاجه في منتهى الشياكه والجمال. بصوا شكل السقف بقى، عايز اقول لكم متبطن جامد جدا، حاجه ما شاء الله شيك جدا جدا جدا، الله اكبر يعني. وهتلاقوا مكان كده ينفع اللي بيركب من جنبك يسند يمسك فيه، بصوا عاملينه، وعايز اقول لكم الكواليتي حلو جدا ما شاء الله. اما بالنسبه للجهه السفليه، بصوا كل الحته دي ينفع تسند عليها رجلك بميل كده. وهنا بقى شكل السماعه الخطير اللي متعلق في نص العربيه من تحت في السقف، باحترافيه شديده جدا جدا، ومن الناحيه دي ينفع ان انت تدوس على زراير من غير الريموت. ده كده كان ريفيو سريع عن الجولف كار موجوده في معرض ادوار سايكل، وهحط لكم طبعا اللينك وارقام التليفونات تحت في الديسكريبشن، تقدروا تتواصلوا مع المعرض بكل سهوله وبساطه. واتمنى انكم بجيب لكم كل جديد اول باول، واتمنى انكم بفيدكم حتى ولو 1%. وان شاء الله اشوفكم الريفيو الجاي، سلام.